السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام علي. اليوم راح نديرو واحد الخبز يجي في الكوشه يشبه لي زومبورغر. نبدا بالمقادير. عندنا كاس تاع حليب ورايب مخلط، نص حليب ونص رايب. ها شوفوا، غرف تاع خميره هكذا، نزيدو شويه مغرف وربع ونص وربع كيما الخميره كيما السكر. نخلط هذا مليح. هذا الخبز يوجد في دقيقه، يعني ما يطولش باش يوجد هكذا تاع السانوج. لازم الحليب هذاك مع الرايب ندفوه شويه، نديروهش بارد. حبه تاع صفار بيض عفوا، بيض، وهذا ندهنوا به الوجه. ونديروا ربع تاع كاس تاع زيت، ربع. نخلط واحد نص مغرف تاع خل باش تجينا هذيك الخفه في الخبز. ربع مغرف تاع الكركم. نخلط مليح، يعطينا لون شباب لهذاك الخبز. الفرينه تاعنا راهي منخوله. دوك نوري لك القوام تاع العجينه ديالنا. الملح ها هوليك، ونبدا نخلط بيدي هكذا. بسم الله. نديرو غير بشويه دوكا باش ما تجيناش يابسه العجينه. هكذا تجي معنا العجينه، ما تجيش يابسه، تجي هكذا. اللي يحب يدير لها شويه زبده ويعاود يدلكها شويه، انا نحبها هكا، ما نحبهاش ميدمه بزاف. ونخليها يتضاعف شويه الحجم، ونعاود نوريكم كيفاش راح نشكل هذا الخبز. هاوليك نشوفوا الخبز تاعنا الاخمر. هاوليك ما شاء الله خمر معنا قعد 10 دقائق برك. هذا ما كان. نشكلوا هذا الخبز عندنا هكذا هكذا. بسم الله. نحط الخبزه تاعنا هنا. ما ديريش الخبز كبير باش يجي خفيف. الحبات ما ديريهمش كبار. صفار حبه تاع بيض، درت لها قطرات تاع الخل، وندهنهم مليح. ندير شويه سانوج من الفوق كما درنا في العجينه. نزيد نخليهم يخمروا واحد 10 دقائق. نعاود نوريها لكم ونديرو طيب. عبليك تضاعف ضاعف الحجم ديالها. هاي خمرت، شوفي ما شاء الله. درت لها غير 10 دقائق. شوفي تحلت حتى على الطرف من الخميره. دوك نديرها طيب. وفي الطياب راني شاعله الفور، شعلته على 160 درجه، ومن بعد دوك شعلوا الفوق والتحت ونخليهم يتحمروا، وان شاء الله نوريهم لكم في طبس التقديم. هاو الخبز تاعنا خليناه برد شويه. شوفي ما شاء الله. هاوليك شوفي كيش جا خفيف. جا بزاف خفيف كيش حمرتوه، بزاف خفيف. نقسمو غير بيدي. ما شاء الله جا كل قطن، باغي كل قطن. ان شاء الله يعجبك هذا الفيديو، ولا عجبك جربتيه ان شاء الله يخرج لك هكذا هذا الخبز. والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.